حبايبي النهارده هنعمل مع بعض المحشي المصري على اصوله بكل تكاته وحركاته. جميل جدا، ورق عنب وبتنجان وعندك كوسه وفلفل حامي وفلفل رومي. بجد حاجه كده عظمه، ولازم تشوفيه كله وكل خطواته لان في حاجات هتفرق معاكي جدا. ولو عملتيه هتبصي كل هينبهر بيه وبطعمه وبجماله، وانتي بصراحه هيعجبك جدا يعني. وهتجربي هتفضلي تعمليه كده على طول بتوابله وبكل حاجته اللي انا هقولك عليها. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة. هنا الطماطم انا جبتها كده في الحوض على طول، فتحت عليها المية عشان اغسلها. طبعا انا بكون مصبنه الحوض ده على طول، عشان ده بالنسبه لي زيه زي استخدام حله او طبق على طول بشتغل فيه. فبحب ان هو دايما يكون نضيف وبيلمع كده، وبصبنه على طول، فما تقلقوش. هنا عندي 4 بصلات كده، هحطهم في الكبة يكونوا كبار. هفرمهم. لو انت عندك مبشرة تمام، ممكن تعمليهم على ايدك براحتك، بس انا حبيت ان انا افرمهم بالكبة لانها بتسهل عليا. وبصراحة عشان افرمهم فرمة كويسة وفرمة قوي، بس هما بصراحة في الحقيقة ما اتفرموش قوي برضو معايا. عشان نبقى صراحة، هنا بقى جبت شوية كده من الزيت، حوالي نص كوباية، وحطيتها في الحله سخنت، رحت نازله عليها بالبصل. هشوحه بقى معايا لحد ما اللون بتاعه يغير خالص. تمام، مش هصفره قوي، بس هخلي اللون بتاعه يغير. عشان ايه؟ هنعمل بقى التكات اللي احنا قلنا عليها. هننزل بقى كده عليه باتنين كده حلوين من الماجي، اللي هي الفاين فودز الذهبيه ديت، وهنشوحه معايا. عايزه اقول لكم الخطوه دي حلوه جدا جدا وفظيعه مع البصله، وبتديها طعم حلو قوي. بعد كده بقى هنزل عليها بمعلقتين كده من الشطيطه، اللي هي الهريسه بتاعه الفلفل الاحمر. انا كنت عاملاها، بحب اضيفها قوي مع المحشي. بتضيفيها كده على البصله وتشوحيها مع البصله، يا نهار ابيض على الريحه والجمال والطعامه، بجد كان خطير. كان تحفه جدا، كان عظيم قوي المحشي ده يا جماعه. والحركه دي بصراحه بتخليلك البصله زي السكر، وبيبقى حلو جدا. تمام، انا ضايفه مع الطماطم دي قرنين فلفل حامي برضو في الخلاط وانا بضربها. تمام، بعد ما اتفرمت بقى كويس، رحت ضايفاها كده على البصله، والبصله بتاعتي اتشوحت حبه حلوين. هنا بقى عندي جنزبيل و7 بهارات وكمون وشطه وملح ونعناع. سوري، الملح انا حطيته، وحاطه الفلفل الاسود برضو. فالبهارات بتاعته هنقول تاني مع بعض. جنزبيل معلقه صغيره، معلقه صغيره من القرفه، معلقه كبيره من البابريكا، معلقتين من الكمون، معلقتين من الكزبره، معلقه كبيره من النعناع، معلقه كبيره من ال7 بهارات. النعناع بيديله ريحه حلوه جدا يا جماعه، وجميل جدا، وبيضيف في الطعم حلو قوي بصراحه يعني. انتوا جربوه هيعجبكم جدا جدا. ضفت التوابل على الصلصه بتاعتي، وغسلت الرز زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهبتدي ان انا اشوح في الرز بتاعي كده اهو، لازم اشوحه عشان التشويحه دي يا جماعه بتديله طعم حلو جدا، غير خالص الناس اللي هي بتعمله كده على الني. يعني في ناس بتغسل الرز وتروح حاطه كده على الصلصه وخلاص شكرا، لا. لما بتشوحي الرز بتنشفي كل الميه اللي كانت في الرز مكان ما غسلتيه، فبالتالي صلصتك بتفضل باينه معاكي وبتفضل كويسه. انا هنا نقصت الصلصه خالص في علبه، زي ما انتوا عارفين في كل الوصفات بتاعتي اللي فيها صلصات ولا فيها حاجات، بحب اضيف الحاجه تدريجيا عشان اظبط القوام بتاعها، ما تهدرش مني ولا يحصل لها حاجه. هنا المحشي بتاعنا كان طبعا لسه ابيض زي ما هو، محتاج ان انا احط له صلصه كمان، فهضيف له شويه واقلب واشوفه برضو محتاج تاني ولا لا. ولما اضيف ما اضيفش كتير، عشان ايه؟ اظبط حاجتي. لازم ناخد بالنا من الخطوات دي يا جماعه عشان المحشي يطلع معاكي مظبوط. وفي اي وصفه لازم تبقي واخده بالك من خطوه زي كده. المحشي كمان لما بتحطي له صلصه كويسه، وكمان لما بيكون مخدومه، بيكون حلو جدا جدا بصراحه، وبيكون طعمه رهيب. فانتي ظبطي صلصته شويه عشان يطلع معاكي مظبوط. والبهارات بتاعته مش هقدر اقولك ما تحطيش حاجه فيها، عشان هي بصراحه كلها بتدي طعم حلو قوي. انا مش عارفه بصراحه قلت لكم على الجنزبيل ولا لا، بس هو بيدي طعم رهيب برضو في المحشي. وبرضو هسيب لكم البهارات بتاعه المحشي في صندوق الوصف عشان تشوفوها وتنفذوها يعني. ضفت له كمان حبه لان حسيت ان هو برضو ابيض كده زي ما انتوا شايفين، فقلت ان انا احط له عشان اظبط ايه الحمران بتاعه ويكون طعمه كويس معايا. اخدموا الحاجة يا جماعة، هتطلع معاكم يعني حلوة جدا بصراحة. ولما بتخدموها وبتتقنوا كده في عمايلها بتكون جميلة جدا. والله العظيم المحشي ده كان عظيم جدا جدا، وكان يعني مش عارفة اقولك ايه، رهيب بجد.
هقلب بقى كده من تحت لفوق، وناخد بالنا عشان ما يتلسعش معانا من تحت. لازم ان احنا نقلب فيه كويس ونهتم، عشان ممكن تبص تلاقيه من تحت الصلصة اتلسعت معاكي واتحرق، بعد كده ايه مش هيبقى كويس. تمام. انا سايباه كده ينشف بس المية بتاعته، وغسلت بقى البتنجان زي ما انت شايفة كده اهو، وكفيته على وشه عشان يتصفى كويس. يعني مش تغسليه وتحطيه، لا حطيه كده في مصفى وكفيه على وشه، كل الميه اللي فيه تنزل، فتحشيه عادي. هنا كده انا طفيت على الرز تماما، يعني الرز مش والي عليه. هنزل بقى عليه كده بالخضره، عشان الخضره تفضل معايا مصحصحه كده وحلوه وفريش كده اهوت، ويكون طعمها باين في الاكل. في ناس بتحط الخضره مع الصلصه على النار، وبتبقى الخضره دبلانه، ما بتعجبنيش خالص بصراحه. كنت قلبت بقى الرز بتاعي كده وظبطته. هنا بقى الحله زي ما انتوا شايفين دي كانت بتاعه الصلصه، فانا فضيت منها الصلصه كلها والرز وايه، وحطيت فيها الحاجات دي كده كده مطرحها طماطم، فيعني عادي جدا. جبت بقى الحاجات دي لحماتي، هي كانت موجوده عندي يعني، فقالت لي ايه هتحشي لي كان الحاجه على ما انتي تشطبي بقى بقيه المطبخ وتخلصي اللي وراكي وتسلقي لنا الورق العنب. قلت لها خلاص ماشي. بصراحه حشت البتنجان كله والفلفل والكوسه، ربنا يديها الصحه. وهنا بقى جبنا الحله بتاعتنا، حاطين فيها ورق الخضره، وحاطين بصل وطماطم، وحاطه فلفل اسود وملح عليهم. احنا بنحب نحشي البتنجان وهو كده ايه واقف. وهنا كنت بسلق الورق العنب ده، احنا طبعا مخزنينه، وانا كنت موريه لكم قبل كده. كنت حاطه في الميه بتاعته شويه زيت وليمونه وايه معلقه كده من الملح، وده كان شكله لما اتسلق. هنا بقى علقت على البتنجان وعلى الورق العنب، وزودت لهم الشوربه بتاعت الفراخ. تمام. الشوربة انا طبعا كنت متبلة الفراخ ببصلة وملح وفلفل قبل ما اسلقها. انا برضو بعيدلك تاني ان انا سلقتها ازاي. والشوربة بتاعتها حاطة فيها ماجي وفلفل اسود وسبع بهارات ورق لورا، ووحدتين كده كام فص يعني من الحبهان، وغليت قوي معايا. وكنت حاطه معاها طماطمايه وعود من البقدونس. حطيت فيها الفراخ، ولما اتسلقت غرفتها وحمرتها زي ما انتوا شايفين. وده كان نهاية الفيديو وشكل المحشي بتاعنا، وكانت ريحته عظيمة جدا جدا بصراحة، وكان طعمه بجد رهيب. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة وسريعة بالنسبة لك، واشوفك في فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.